تخيل معايا أول ما تشرب الشاي الأخضر على معدة فاضية. الموضوع بيبقى شكله بريء ولطيف، بس جسمك من جوه شايف الموضوع مختلف خالص. أول ما الشاي يوصل لمعدتك، السائل السخن بينتشر بسرعة وبيلمس بطانة المعدة على طول. مركبات الشاي الأخضر بتحفز إفراز الحمض فجأة، والمعدة بتشتغل بسرعة، والحمض يعلى أسرع من المتوقع ومن غير أي حاجز حماية من الأكل. بطانة المعدة بتحس بشوية توتر، والحرقان أو الفراغ اللي بعض الناس بيحسوا بيه بيظهر فورا، ومضادات الأكسدة بتدخل بسرعة وترتبط بحمض المعدة وتعمل نشاط كيميائي مكثف جوه المعدة الفاضية. وأعصاب المعدة تبعت إشارات للمخ، والمخ يقراها. أوقات طاقة ونشاط، وأوقات قلق. الكافيين يدخل الدم بسرعة للناس اللي جسمها بيتحمل، ساعتها التركيز والطاقة بيزيدوا. أما الناس التانية اللي جسمها مش بيستحمل، بيحصل لهم غثيان وارتعاش وانزعاج، وبيبتدي يظهر فجأة. لكن لو كلت قبل ما تشرب الشاي، الحمض هيهدى والأعصاب تبقى أهدى والتجربة تبقى أريح. الشاي الأخضر مش المشكلة، التوقيت هو المشكلة. على المعدة فاضية تأثيره أقوى بكتير مما تخيل. دلوقتي بصراحة يا صديقي، انت بتشرب شاي أخضر على معدة فاضية ولا لأ؟ قولي في التعليقات. متنساش اللايك والاشتراك والشير، دعمك سبب الاستمرار يا صديقي.